السلام عليكم، يا ألف أهلا بحبايبي الغاليين اللي في قلبي وفي صفحتي وفي قناتي منورين. تعالوا نشوف الكشك مع بعض النهاردة. وصفة سهلة وبسيطة لكن لذيذة لذيذة لذيذة. يلا بينا. كشك، معايا كوباية زبادي، معايا معلقتين نشا ومعلقتين دقيق، معلقة فلفل أسود، معلقة ملح، معايا حليب حوالي نص كوباية خميرة. هقلب الخميرة كويس جدا، اخد عليها عصرة نص ليمونة بدون أي بذر طبعا. اقلب الخليط بتاعي كويس جدا، جيب في البولة بتاعتي كده كويس من الجوانب وهغطيها. مش اقل طبعا من نص ساعة او ساعة. 6 كوبايات شوربة، ضفت عليهم كوباية واحدة رز مصري مغسول. سيبهم يستووا كويس مع الشوربة. عندي بصلتين كبار قطعتهم كريهات صغيرة وهحمرهم في زيت يوصلوا اللون الذهبي. اللون ده هصفيه واسيبه على ورق الزبدة يقرمش. تاني على الرز اتشرب كمية الشوربة كلها، اضيف له الحليب واسيبه يغلي معاه جدا. في المرحلة دي تقليب الخليط. كل بهار هنضيف ربع معلقه بس توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، ومرقه دجاج سايب. الكلام ده كله كويس مع بعضه. كده هنضيف الخميره اللي شغلناها في اول الفيديو. كده هضيف نص كميه البصل اللي عندي. الكشك ضربه صغيره ودي اختياريه جدا. زودت شويه حليب وهقلبهم كلهم مع بعض. في طاسه على النار حطيت معلقتين سمنه بلدي، وهنزل الفراخ اللي انا سلقاها واشوحها في السمنه البلدي. كده هنزل بيهم على الكشك واقلبه مع بعضه. هو كده كريمي زي ما انا عاوزه. هبدا اقدمه زينته بالبصل المحمر وقطع الفراخ. كده كله جاهز. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا لأصحابه. عندنا سلطة تشيكن سنتافيه، وعندنا كشك وسلطة بابا غنوج بألف هنا، وكان في كفتة معاهم بألف هنا لأصحابه يا رب. إذا عجبكم الفيديو منتظرين تعليقكم وإعجابكم واشتراككم في القناة والصفحة. إذا استحق وجودكم المشرف معانا. استودعتكم الله. السلام عليكم.